قصة الفيلم دي حقيقية وحصلت في النرويج. بنشوف أم هندية اسمها ديبيكا وجوزها وأطفالها اللي هاجروا من الهند، وفي يوم بيوصلوا مسؤولين دار الرعاية النرويجية للأطفال وبياخدوا أولادها فجأة وبيمشوا. بنرجع بالأحداث قبل 24 ساعة. ديبيكا بتكون قاعدة مع أطفالها وبتشوف طلباتهم، وفي الوقت ده بتوصل ماتيلدا وسيا وكانت بتضيفهم وبتعاملهم كأصحاب بيت، لكن هما كانوا بيراقبوا تصرفاتها وبيكتبوها في ملاحظات، وكانوا ملاحظين إنها بتهتم بالبيت جدا وجوزها مش بيساعدها، وكمان بتأكل الأولاد بإيديها وجوزها ما كانش بيقدرها وبينتقدها دايما. ولما بيخرج ويروح على شغله بتروح وراه وبتسأله عن المسؤولين اللي بقالهم 4 شهور بيزوروهم، فقال لها ده عادي واصبري لحد ما ناخد الجنسية. وبعدها خرجوا ماتيلدا وسويا وقالوا لها انهم هيجوا تاني للمراجعة الأخيرة.